حبايبي واصحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده يا بنات ما فيهوش اي روتين، هو بس فيه كده يعني تعليق مني بصراحة، يعني ربنا يكون في عون الناس. بصوا، انا النهارده وجوزي جاي من الشغل طلبت منه يجيب شوية حاجات كده بس نتعشى بيها عشاء خفيف. عشاء بس، يعني انا قلت له مش عايزين بقى نتعشى عشاء تقيل والحاجات دي، عشان كمان هو يتعشى معانا. قلت له هتجيب شوية حاجات وانت جاي كده نتعشى بيها عشاء خفيف. بصوا بقى العشاء الخفيف اتكلف قد ايه. يعني هو جاب مثلا ده بقسماط، جاب لنا بس ربع كيلو بقسماط، عامل 20 جنيه. يعني ده ربع كيلو، يمكن اقل كمان من ربع. وهو بقى في الفرن بتاع المخبوزات ده جاب المقرمشات دي للولاد، جاب لهم برضو ايه ربع مشكل كده ب20 جنيه. يعني انتوا متخيلين مفيش يعني مثلا قلت له طب كنت هات ب5 جنيه مثلا او ب10 جنيه، قال لي مفيش، هو اقل حاجة ربع ب20. وجاب عيش بلدي، بص الرغيف قد ايه، اللي هو يا دوبك انت تاكليه لقمة يعني، ب10 جنيه. كده كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه بس في حاجات مش اكل، دي حاجات كده مجرد حاجات كده للترفيه يعتبر. وكيلو لبن، كيلو لبن بكام؟ 19 جنيه. يعني دخلنا اهو في 70 جنيه واحنا ما جبناش اكل. ودوت بتيفور كده بيتباع في الفرن برضو. جاب الطبق بكام؟ ب22 جنيه. الطبق تقريبا فيه اقل من ربع او حاجة. ودي حاجة كده عاملة زي يعني كيكة عليها فواكه. جابها برضو للولاد، عجبته كده فجابها لهم بكام؟ ب30 جنيه. يعني ايه دي حسبة ايه؟ احنا كده كل ده ما جبناش بقى زيت وسكر ولا سمنة ولا طبيخ ولا خضار ولا الكلام ده كله. ودي كانت بقيت تكملة حساب كده، جابها ب7 جنيه. وجاب 4 قرص، بصوا 4 قرص اللي هي بعجوة دي. جاب برضو 4 قرص عشان يعني نسقي بيهم في اللبن مع البقسماط، كل واحد قرصة كده مع البقسماط. تكلفة الحاجات دي كلها دخلت في قد ايه؟ شوية الحاجات دي مش عشا ولا اي حاجة اهو. دخلت في قد ايه بالظبط بالظبط يا بنات؟ 119 جنيه. فتخيلوا أسرة من 4 أفراد عشان تجيبي عشا خفيف. خفيف، عارفة يعني ايه خفيف؟ خفيف اللي هو لبن وبقسماط وكده، ولا جبنة ولا لانشون ولا حلاوة ولا الحاجات اللي هي من السوبر ماركت، ولا جبنة خضار ولا طبخنا أكلة ولا أي حاجة. مجرد حاجات ترفيهية عملت كام؟ 119 جنيه. ما بالكم بقى يا جماعة الأسعار التانية وصلت لغاية فين؟ يعني كل حاجة غالية، كل حاجة غالية بجد. انا عايزة اقول لكم انا عملت الفيديو ده، هو قصير يعني هتلاقوا مدته مكملتش 4 دقايق، بس عملته مخصوص عشان اقول لكم قد ايه ان بجد والله العظيم ربنا يكون في عون الناس اللي ما عندهاش دخل ثابت، او الناس اللي هي دخلها على قدها. يعني بقول لكم انا قلت لجوزي انا مش عامله اكل النهارده، كنت تعبانه، فبس هات حاجه خفيفه نتعشى بيها. انتوا متخيلين؟ يعني بص اهو شاي بلبن بقسماط كام قرصه. وجاب حاجه حلوه للولاد، اللي هو مرضيش يجيب فاكهه عشان ما تبقاش تكلفتها غاليه، فجاب لهم الكيكه اللي بالفواكه دي برضو من الفرن، على اساس ان حاجه يحلوا بيها وما تبقاش مكلفه. 30 جنيه. انتوا متخيلين يا بنات؟ ربنا يرحمنا بجد برحمته، والله العظيم انا مش عارفه اقول ايه، بس يلا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. يا رب ما يكونش الفيديو يضايقكم، انا بس حبيت اوريكم حاجه بسيطه كده ان احنا بجد الاسعار نار نار نار. ربنا يرحمنا والله العظيم. يا رب ما اكونش تقيله عليكم، يا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامه، وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد.